تعالي لي يا فوزية، هاتي نص كيلو دقيق وكوباية مية وتعالي نعمل بوريك الأفران بالجبنة. أسهل وأسرع بوريك أفران من غير بقى ولا لبن ولا بيض ولا زبدة. طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية 100%. وما تشيليش هم اللانش بوكس يا فوزية. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لايك بسرعة للفيديو ويلا نقول بسم الله. في العجينة هحط نص كيلو من الدقيق، دقيق يكون منخول. هحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. هنضيف بقى معلقة كبيرة من الخميرة وعليها معلقة كبيرة من السكر. هنضيف كمان معلقة كبيرة من اللبن البودرة، ودي اختياري، لو مش حابة تضيفيها استغني عنها عادي. وطبعا لو عاوزة تعجني بلبن مفيش اي مشكلة خالص. بعد ما قلبنا المواد الجافة هحط بقى معلقة كبيرة مليانة من صلصة طماطم الجاهزة بتاعة البرطمانات. وهضيف عليها نص معلقة كده من الكركم، معلقة صغيرة كده ممسوحة أو نص معلقة كبيرة. وعليهم بقى كوباية وربع من المية الدافية. وبس كده يا ست الكل. اعجني كل الكلام ده بإيديكي شغال، بالعجان برضو شغال، لحد ما تتكون معانا عجينة طرية. وفي الآخر بحط لها معلقتين بس كبار من الزيت، مش أكتر من كده. ادي معلقتين الزيت وخلاص كده جهزت معايا احلى عجينة لينة وطرية، وهو ده المطلوب. هسيبها بقى تختمر لمدة نص ساعة. طبعا الكلام ده لو في الصيف، لكن لو في الشتاء بنسيبها تختمر ساعة كاملة. وبعد الاختمار كده بصوا انا اسيبها اهو في الطبق واغطيها نص ساعة، وبنرجع بقى نشكلها. بناخدها كده ونشكلها كور صغيرة، كل كورة على حسب الحجم اللي انتي عاوزاه. عاوزاها كبيرة، انا المرة دي عاملاها كبيرة شوية عشان اللانش بوكس. حباها تعمليها صغنن عن كده براحتك خالص يا ست الكل. تمام تمام او زي الفل. نزلت بقى بوست من كام يوم على عمرة المولد النبوي الشريف، وسألتوني كتير ايه تفاصيل العمرة دي يا جماعة رحلة لمدة 10 أيام، من يوم 17/10/2024. مدة الإقامة هناك 10 أيام. عندهم بقى الإقامة فنادق 4 نجوم، عندهم فندق مكة وفندق ريحان المشاعر. عندهم ما شاء الله فنادق يعني من الحرم للفندق 800 متر بس. وطبعا متاح باصات للتنقل، ودي كمان على سعر التذكرة أو سعر يعني العمرة. طب الأسعار إيه يا حورية؟ 29,250 لو رباعي، 30,750 لو ثلاثي، و33,750 لو ثنائي. التكلفة دي يا جماعة شاملة الطيران والفنادق والتأشيرة والباركود وكمان التنقل الداخلي. لا وكمان متاح تقسيط من خلال فيزة مشتريات البنك الأهلي أو CIB على 6 شهور وبدون فوايد ولا جنيه. يعني اظن بقى مفيش كده. اسيب لكم بقى كل التفاصيل وتعالوا بقى نشوف البوريك. فردنا البوريك كده زي الفينو بالظبط، وحشيناه بالجبنه وعملناه رول لحد ما خلصنا كل الكميه. التشكيل مش صعب خالص زي ما شفتوا كده قدامكم. هسيبه بقى يختمر لمده نص ساعه كمان. وده كده كان شكله. انتوا عارفيني بحب دايما اعمل دهان للمعجنات بصفار بيضه ومعلقتين حليب، وعليهم رشه كده من الفانيليا او من الخل زي ما تحبي. هدهن بقى كله بالشكل ده. وهنا بقى تحطي حبة البركة. ولازم يكون الفرن مسبق التشغيل على أعلى درجة حرارة. دخلي بقى الصاج بتاعك لمدة 10-12 دقيقة بالظبط، ويطلع معانا بقى بالقمر ده. أنا مش برشه مية ولا أي حاجة، أنا بس بغطيه بفوطة بعد ما يطلع 10 دقايق وخلاص. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، طري وهش، وكل الكمية دي بنص كيلو بس من الدقيق. مستنية ايه كمان بقى؟ ممكن تتخزن في الفريزر عادي زيها زي الفينو بالظبط. يلا بينا بقى نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي اللي هيستفادوا من عرض العمرة ده أو رحلة العمرة دي، أمانة عليكم، مش طالبة منكم غير الدعاء، الدعاء وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.